درجات حرارة عالية جدا، يمكن أول سنة نشوف الجو فيها حر بالطريقة دي، ودرجات الحرارة العالية أوي ديت 45 درجة و44 درجة هي السنة دي. وهي دي أكبر المشاكل اللي بتقابل أي حد بيربي فراخ. درجات الحرارة العالية الزيادة عن اللزوم بتخلي الفراخ عندنا تنفق أو تموت. الفراخ مش مستحملة الحرارة العالية دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اللي فات يا جماعة كان فيديو مهم جدا، اتكلمنا فيه عن شوية حاجات لو عملناها بالتأكيد إن شاء الله الفراخ هتعدي معانا في تربية الصيف، هنطلع فرخ كويس جدا، أوزان عالية، وحيوية الفرخ ومناعة الفرخ هتبقى عالية كمان إن شاء الله. كان فيديو وافي وشافي، يا ريت الناس كلها تشوفه. المشكلة الكبيرة اللي بتقابل ناس كتير جدا إن درجة الحرارة عندها في المكان عالية زيادة عن اللزوم، يعني حتى لو طبقت الحاجات اللي قلنا عليها في الفيديو اللي فات دي برضه بيحصل معاها نافق في الفراخ. الفراخ مش قادرة تستحمل، الجو عندها حر بزيادة. طيب احنا نعمل ايه مع الناس اللي زي دي؟ هل نقول لهم خلاص ما تربوش، المكان عندك حر بزيادة فخلاص ما تربيش على كده؟ لا، هنربي برضه ان شاء الله، ما عندناش اي مشكلة. خد بالك منهم وما يهمكش حاجه. طب هنربي ازاي؟ الجو نار يا جماعة ولا تخافوا من الحر، عندنا الحل ان شاء الله. بالنسبة للأماكن الحر الزيادة عن اللزوم اللي مهما تعمل معاها المكان برضه عندك حر، بتدخل تلاقي الفراخ عندك بتلحلح، مش قادرة تتنفس، الكلام ده كله. في عندنا حلين تانيين هنقول عليهم إن شاء الله، لو مشينا عليهم الفراخ عندنا هتبقى زي الفل ومش هيبقى عندنا أي مشاكل في تربية الصيف بإذن الله. أول حاجة إن إحنا هنشغل مروحة للفراخ. أيوة ما تستغربش، هنشغل مروحة للفراخ. طب ازاي اشغل مروحه؟ ده انا خايف ان الفراخ يجي لها برد والكلام ده. لا، مفيش قلق خالص، الفراخ مش هيجي لها برد ولا هيحصل اي حاجه. الجو زي ما انت شايف الجو بيبقى واقف، درجات الحراره عاليه جدا، انت بتدخل اصلا المكان الرطوبه عاليه زياده عن اللزوم، مش مستحمل ان انت تقف في المكان. الفراخ مش مستحمله. احنا بنقول ان الرطوبه العاليه دي هي اول حاجه بتبهدل معانا الفراخ. لازم اشغل مروحه. المروحه مش هتضر الفرخ ولا حاجه، بالعكس المروحه هتفيد الفراخ اللي عندك في المكان ان شاء الله. من الساعة 11 أو من الساعة 12 من قبل الظهر لحد العصر نشغل مروحة على الفراخ طول النهار عادي. طبعا نشغل المروحة على الفراخ ازاي؟ إن كانت مروحة مكتب بحطها على حاجة عالية بحيث إن هي بس تغير الجو فوق الفراخ، تغير الهواء فوق الفراخ، مش أكتر من كده. ولو كان عندك مروحة عمود تمام يبقى خير، هنحطها عند الفراخ وهتغير الجو فوق الفراخ بس. ما بنسلطش المروحة على الفرخ، بتبقى يدوب فوق الفرخ. وما تستغربوش ان انا بقول لكم شغلوا مروحه على الفراخ، احنا لو شفنا المزارع وتجهيزات المزارع هنعرف ان تشغيل المروحه ده امر عادي، ما فيش اي مشكله. يعني هتذهلوا لو شفتوا كميه المراوح واحجامها اللي موجوده في المزرعه. هنلاقي ان على الجهتين بتوع المزرعه، جهه دخول الهواء وجهه خروج الهواء. جهه دخول الهواء بيبقى الجدار ده كله عباره عن مراوح، وجهه خروج الهواء بيبقى كله عبارة عن شفاطات بتسحب ال الهواء السخن لبره، تمام. وفي مراوح كمان بتبقى مجهزة أكتر، بتبقى مراوح دخول الهواء دي بيبقى عليها خلايا تبريد، يعني مش بس بندخل هواء عادي أو هواء سخن، لا، ده كمان هواء بارد. بنشغل كأنك مشغل مكيف للفراخ، فما فيش خوف خالص من إننا نستخدم المراوح في الحر، لأن المراوح هي دي يعتبر روح الفراخ اللي عندنا دي. الحاجة التانية كمان اللي هنتكلم عليها اللي هي ايه؟ ان احنا هنيجي الساعة 10 الساعة 11، يعني قبل ما يدخل علينا فترة الحر العالية، تبقى مجهز بخاخة عند الفراخ وتطلع ترش على الفراخ مية. هنرش على الفراخ مية كمان، فيها ايه يعني؟ احنا بنهدي جسمنا بالمية. قلنا ان الفراخ ما بتعرقش، الفراخ الرطوبة عالية زيادة عن اللزوم، مش مستحملة الحرارة والجو رطب. انا عاوز اهدي جسم الفرخ، عاوز اخلي الفرخ يستحمل معايا الحرارة العالية دي. اهدي جسم الفرخ ازاي؟ زي ما قلنا بنشغل مروحة وبنرش مية. يبقى عندك بخاخة بتطلع ترش على الفراخ بتاعتك مية الساعتين اللي قبل ما يدخل عليك الحر بالزيادة، على الساعة 10 الساعة 11 ترش مية على الفراخ. رش ناعم يعني ايه؟ يعني بتلم الفراخ وترش عليها رش خفيف كده، ان انت تندي جسمها بالمية بس، ما بتغرقش الفراخ ولا حاجة ولا تغرق الأرضية. يبقى لازم نرش على الفراخ إذا كان المكان عندي حر زيادة عن اللزوم، أو إن كنا في وقت درجات الحرارة فيه عالية، اللي هي الوقت بتاع موجة الحر، درجات الحرارة عالية زيادة عن اللزوم، درجة الحرارة عندي عاملة 44 و45، يبقى ما عنديش أي مشكلة. أشغل مروحة على الفراخ طول النهار وبرش مية على الفراخ قبل الظهر بساعة ولا بساعتين، بحيث إن المية دي بتهدي جسم الفرخ شوية
وده امر طبيعي في مزارع كتير مجهزه بالكلام ده. بيبقى عندك مراوح التكييف شغاله وشفاطات شغاله، وعندك كمان بخاخات الميه بتبقى موجوده في المزارع، مفيش اي مشكله. حاجه مهمه بس عاوز اتكلم عليها، الناس ما تحطش في دماغها حته الاوزان او في الصيف زي ما كنا بنقول في الفيديوهات بتاعه الفترات اللي فاتت. من شهر فات كنا بنجيب اوزان متوسط على 32 يوم، متوسط وزن 3 كيلو و2 كيلو 600 و2 كيلو 800 على كام؟ على 32 و33 يوم. في الشهر. تمام، يعني انا عندي ناس ماشيه معايا كانت بتوصل ل 3 كيلو على 32 يوم، مفيش اي مشكله. لكن الكلام ده خلاص ما عادش هيحصل الايام اللي جايه دي، ما بقتش هتقدر ان انت تجيب الاوزان العاليه دي. فمتوسط الوزن في الحر هتلاقي معاك 2 كيلو و200، وهتلاقي 2 كيلو و2 كيلو 300 على كام؟ على ال 32 و33 يوم. والله في ناس بتشتكي ان الفراخ عندها على 30 يوم بتوصل لكيلو وربع وكيلو ونص وما بتشيلش اوزان. لو طبقنا الكلام اللي قلناه في الفيديو اللي فات والفيديو ده، ان شاء الله الفراخ هتوصل معانا متوسط وزن 2 كيلو 300 على 32 33 يوم. تمام، وده بالنسبه لنا وزن كويس جدا، لان اسعار الفراخ في الفتره دي بتبقى عاليه، في نافق عالي جدا في المزارع. في مزارع كتير ما بتبقاش مجهزه ومش مكيفه، فبتطلع بره السوق ما بتشتغلش. فدي فرصه للناس اللي عاوزه تربي انها تربي. مش هنقول للناس بطلوا تربيه في الصيف، لا، ربي زي ما انت عاوز، اعمل الكلام اللي قلنا عليه في الفيديو اللي فات. قلنا على حاجات مهمه جدا، ان احنا بنشيل العلف من قدام الفراخ في فتره الحر، ونغير الميه دايما بميه بيضاء، بنعمل عصاير زي عصير ليمون، عصير برتقال. الحاجات دي كلها بتفوق معانا الفراخ. والنهارده زي ما قلنا، لو المكان عندك حر زياده عن اللزوم، بنشغل مروحه للفراخ وبنرش على الفراخ ميه في الفتره اللي قبل الحراره العاليه.